نروح بقى للأخ التاني وهو الجيسيمول. بيشتغل إزاي؟ عنده 3 مفاتيح بيكملوا بعض، يهدي الوجع، يخلي الكحة منتجة، ويدي الجسم دعم. أول حاجة البارستامول. جوه المخ في مواد اسمها بروستاجلاندينز، دي بتزود إحساس الألم وبتعلي الحرارة. البارستامول بيقلل تكوينها مركزيا، وكمان بيظبط ترموستات الحرارة في الهايبوثالاموس، فالألم يهدى والحرارة تنزل. كمان الجوافينيزين وده طارد بلغم بيزود سوائل مجرى التنفس ويقلل لزوجة وتلاصق المخاط، فالكحة تبقى أسهل وتطلع البلغم بدل ما يفضل ماسك. والنتيجة صدر نظيف ونفس أريح. كمان فيتامين سي وده مش مسكن ولا خافض حرارة، ولكن بيدعم الجسم لأنه مضاد أكسدة بيساهم في حماية الخلايا، وليه دور في وظائف المناعة لتكوين الكولاجين أثناء العدوى ونزلات البرد، ودوره هنا يعتبر مساند للتعافي. طيب إيه هي دواء استعمال الجسم والفوار أو بنصفه لمين؟ أول حاجة في نزلات البرد والإنفلونزا مع وجع وسخونية، يعني لو عندك حرارة، صداع، ألم في الجسم أو الزور، فالبارستامول يهدي الوجع ويقلل السخونية. كمان كحة ببلغم واحتقان صدري، لما المخاط يبقى تقيل ومش راضي يطلع، الجوافينيزين طارد بلغم يساعد إن هو يخفف لزوجته ويخلي الكحة منتجة فتطلعه لبره. كمان لو في نزلة على الصدر وإفرازات تقيلة، لو بتحس بتقل في صدرك بسبب إفرازات نازلة، فالتركيبة بتساعد إنها تفك المخاط عشان النفس يبقى أريح. كمان آلام الزور المصاحبة للبرد، لو حلقك وجعك من الزكام فالبارستامول بيخفف الألم ويسهل البلاء شوية. كمان دعم عام أثناء دور البرد البسيط. فيتامين سي هنا مش علاج سحري، ولكنه مضاد أكسدة وداعم للمناعة، والأدلة بتقول إن الاستخدام المنتظم ممكن يقلل مدة أو حدة البرد بشكل طفيف عند بعض الناس. طيب يا دكتور، إيه هي الآثار الجانبية لجسم الفوار أو أضراره؟ أول حاجة ممكن يسبب اضطرابات في المعدة، يعني تحس بغثيان أو قيء أو مغص، وأحيانا إسهال خفيف، وده وارد من الجوافينيزين. كمان الفيتامين سي ممكن يهيج المعدة عند بعض الناس. كمان صداع أو دوخة بسيطة، ودي أعراض خفيفة بتحصل مع شوية ناس وبتروح لوحدها، ولو طولت أو زادت ارجع للدكتور. كمان طفح جلدي أو هرش، ممكن يحصل تهيج جلدي، احمرار، ولو ظهر وفضل مستمر وقف الدواء وارجع للدكتور فورا. كمان تهيج من فيتامين سي، لو الجرعة عالية بالنسبة لك ممكن تحس بحموضة ولخبطة في البطن، والناس اللي عندها تاريخ صوات كلى تاخد بالها وما تزودش جرعات فيتامين سي من نفسها. طيب إيه هي موانع استعماله أو إمتى ما ينفعش أخده؟ أول حاجة في حالة وجود حساسية لأي مكون من التركيبة، لو عندك حساسية معروفة من البارستامول أو الجوفينيزين أو الفيتامين سي أو أي مادة في الفوار، ممنوع إنك تستخدمه. كمان لو في فشل كبدي شديد أو التهاب كبدي نشط مع البارستامول، الحالات دي تعتبر مانع قوي حسب نشرات الأدوية الرسمية. نروح بقى لجرعة الجيسيمول. الجرعة المعتادة من الجيسيمول هي كيس مرتين يوميا إلى 3 مرات في اليوم، ويعتبر ملوش أي بديل بنفس المواد الفعالة.